السلام عليكم. اليوم جيتكم فيديو جديد اللي هو الشباكيه. دائما يعني كنغيب عليكم مره هكذا، ولكن كنجيب لكم حاجه زوينه اللي هي الشباكيه اللي ضروريه انها تكون في الطبيله ديال رمضان. جيتكم بالطريقه ديال التشباك سهله مهله، يعني اي وحده اي مبتدئه تقدر دير الشباكيه هذا العام ان شاء الله. علاش لا؟ ديروها لوليداتكم او لوالديكم. كتجي زوينه بزاف بواحد الطريقه ديال التشباك، وكتجي معلكه ومجعبه، يعني شاربه العسل مزيان. كدير دوك البواقات او يعني كيجيو شاربين العسل. غادي ندخلوا مباشره للمقادير ديالنا. كنحتاجوا 1 كيلو و150 غرام ديال الدقيق، مع واحد كاس ديال اللوز مطحون بالقشره ديالو يعني، وكاس تاع جنجلان حتى هو مطحون، يعني ما محمرين ما والو. كي اللوز كي هذا كي جنجلان. وعندنا معلقه كبيره ديال النافع، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه حتى هما مطحونين ومغربلين. ضروري من اللوز والجنجلان والزرار نغربلوهم مزيان. انا عندي هاد الغرباله هي اللي كنغربل فيها، لان عندها العوينات صغار. عندي واحد المعلقه كبيره ديال القرفه كنغربلوها هكذا مزيان. يعني ضروري كما قلت لكم اننا نغربلوا هاد الحويجات. عندي كاس ديال الزيت، قياس تاع كاس ديال العنبه. هكذا كنبدا نبسس. نتوما الاحسن تبسسوا هاد الشيء، هاد المقادير هكذا في الليل ولا في الصباح وتغطيهم تخليهم. يعني غادي نزيدو كاس ديال الزبده مذوبه، نبسهم هذا الشيء مزيان. من الاحسن اننا نبيتوهم او نخليهم واحد النهار كامل. انا غادي نبسسها ونغطيها حتى لا غد ليه، وغادي نزيد لها كما كتشوفوا عندي كاس ديال الماء زهر، القياس تاع كاس العنبه، وغادي نزيد نص كاس ديال الماء، يعني غير الماء بالروبيني. كنزيد واحد شويه ديال الملون اولا زعفران، ضروري هكذا واحد شويه ديال الملون باش تعطينا داك اللوين زوين. غادي نردو فوق النار، يبدا كيغلي واحد شويه يعني يدفى باش غادي نعجن. كنحتاج واحد الخماره ديال الحلوه، ضروري يعني الا بغيتو الشباكيه دير دوك البواوق اولا كما كنقولوا دير دوك تجي مجعبه، خاصتها الخماره. عندي 8 د المعالق كبار ديال الخل، وعندي واحد الصفر ديال البيضه. انا ما كنديرش البيضه كامله، كنحتاج غير الصفر. وكنجمعها بهذا الخليط ديال الماء وما زهر وشويه ديال الملون. غادي نجمعها هكذا، يعني هذا القياس تاع كاس ونص كيجيني انا قياس. غادي نجمعها. انا هنايا درتها مباشره، هي كما كتشوفوا. غادي ندلكها غير واحد شويه ونقسمها نقسمها على زوج باش تجيني سهله انني ندلكها واحد شويه. نديرها في واحد الكيس بلاستيكي واحد 5 دقائق صافي، ونديرها هكذا على شكل كريسات صغيورين. ضروري الشباكيه يكون حدا كيس بلاستيكي، لان الا ضربها غير الهواء صافي تبقى كتشقق. هوا كنسرحوها هكا واحد شويه، غادي نطويو على شكل بحال شكل كوميرات كما كتشوفوا، وغادي نرجعوهم للكيس البلاستيكي. كنديروا بهذه الطريقه باش كتجي مورقه وكتدخلي في الماكينه ديال الشباكيه. هو يعني كنسرح واحد شويه هكذا بالمدلك، يعني باش نقدر تدخل لي في الماكينه. انا هنا يعني الماكينه كنديرها على رقم 3، يعني هو اللي كيكون عندي متوسط شويه. يعني ما نديروهاش رقيقه بزاف وما نديروهاش غليظه. هي هاد الاله كتعجبني بزاف، كتساعدني انني نقطع يعني باش كيجوني مقادين، ما تجيش وحده كبيره وحده صغيره. كنقلع دوك الزوائد يعني، وكنجمعهم دغيا وكنرجعهم في الكيس بلاستيكي باش ما يضربهمش الهواء. انا يعني باش نتهنى يعني كنقطع هكذا واحد الكميه حتى كنشبكها وكنغطيها بالكيس بلاستيكي. ضروري ما تغطى بالكيس بلاستيكي باش ما تنشفش. هو كنديروا هذا كنرفدوا الاول نحطوا الثاني. هذا الاول الوجه ديالو نديروه على الوجه ديال الخيط الثاني الثالث. الصبح هذا كنحطوا الرابع والخامس كندخلوه تحتهم هكا كما كتشوفوا. يعني كيبقاو لنا هاد الودينات من هنا، يعني واحد الطريقه ديال التشباك ساهله مهله. كنشدو مزيان، كنتكو عليهم يعني مزيان باش ما يتحلوا ليناش في القليان. هي كما كتشوفوا ان فوا كتحطوها في الارض كتعطيكم الشكل ديال الشباكيه، كيجي زوين بزاف وساهل. نعاود معكم واحده اخرى. هو الوجه ديال الاول كنحطوا الثاني ونحطوا هذا فوق الثالث. كنديروا الصبع ديالنا هنايا، كنحطوا الرابع والخامس كنديروه
تحت هادوك زوج خيوطه اللي حطينا في الاول. ها هما كيبقاو هاد الودينات كنعقدهم هكا. المهم الفيديو كتشوفوه راه غادي يبقى يشرح راسو براسو. هذه الطريقه الثانيه كتجي سهله، يعني كنهزو هادو كنديرو زوج فوق زوج، كيبقى لنا داك الاخير ها هو كنقبطو هكذا نقرصو. ساهله هاد الطريقه، يعني عطيت لكم انا زوج ديال الطرق. كنقلبو وكنحلو هكا، يعني انا عطيت لكم جوج ديال الطرق اللي بغيتو نتوما واللي جاتكم سهله خدموا بها. نتمنى ان شاء الله انكم تتبعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا الطريقه مزيان ديال التشباك. هيا من بعد ما ساليتها درتها في الصينيه، يعني من بعد ما كنسالي التشباك ديال الشباكيه كنخليها في الصينيه، كنبيتها واحد الليله كامله يعني باش تنشف لي مزيان وباش تبقى في الشكل هكذا يعني ديال التشباك ديالها. كما كتشوفوا كتبقى شكلها يعني ما كتحليش في المقله، لانه الا غير شبكتوها وجيتو تقليو كتبدا كتحل يعني كديفورما ما يبقاش داك الشكل ديالها. هادشي علاش انا يعني كنديرها في هكذا، يعني كنخليها كتبات حتى لغد اللي كنقليها. والعجينه ديال الشباكيه ضروري ضروري ما تكون العجينه قاصحه. ونبقاش اون فوا كديرهم في المقله كنبقاو كنقلبوا حتى كتحمر والنار كتكون مهيله مهيله. انا غادي نبقى نقلب هكذا يعني في الشباكيه ديالي حتى كتحمر بالوجوه بزوج. يعني الا خليتوها حتى كتحمر من الاسفل عادو تقلبوها يعني دغيا غادي تخطف وما غاديش يجي داك اللون قد يعني خاصها تبقاو كل شويه كتقلبوا حتى كتحمر.
هو كما كتشوفوا هذا العسل المنزلي كان سبق لي حضرته معكم، غادي نحط لكم ان شاء الله العسل في صندوق الوصف. كما كتشوفوا كتجي عاقده وزوينه بزاف. ضروري مع العسل تكون هكذا قاصحه باش تلصق في الشباكيه، يعني كتجلس معكم مده طويله هي. هو انا هنا راه قريبه ما تحمر، غادي غير تحمر مباشره وهي سخونه كنصفيها ونحطها في العسل. يعني ما كنخليوش الشباكيه حتى تبرد عاد كنلوحوها في العسل اولا كنطفيوها في العسل. يعني مباشره كنقلعو بالمقله وكنحطو في العسل. والشباكيه من تكون كتقلع يعني كاع ما تغفلوش عليها تمشيو تخدموا حاجه اخرى وتخليوها كطيب، راه دغيا كتحرق. يعني النار تكون مهيله وانتم كتقلبوا فيها حتى كتحمر. دابا هو كنقص تقطر مزيان وكنطفيها في العسل. كنحطوها غير بشويه لانه العسل راه ثقيله وهي كتجي هشيشه بزاف. الا بقيتو غير كترميو فيها هكا يعني تقدر تهرس لكم في العسل. هو نبقى نرفد هكذا العسل وندير عليها باش تشرب مزيان العسل ما حدا سخونه. انا غادي نكمل ان شاء الله الطياب وغادي نخليها هكذا في العسل تشرب مزيان حتى نقرب صافي نحيد المقله الاخرى عاد كنحيد هذه من العسل. كما كتشوفوا كتجي زوينه ومجعبه كتكون طيب. انا راه الشباكيه الا ما كانتش مجعبه كاع ما نقول راها شباكيه. يعني لا كما الشباكيه السواقيه يعني ما كتكون ما مجعبه ما والو لان كتكون ديال البيع. الا بغيتو الشباكيه البنه هي انها تكون هكذا مجعبه وفيها دوك البواقات يعني شاربين العسل مزيان وكتحسوا بديك التعليكه ديالهم، لانه البيض والخماره كيخليوها الشباكيه كتجي معلكه. كما كتشوفوا هو محافظه على الشكل ديالها. نبقى هكذا كنقلب حتى كنكمل الطياب ان شاء الله ديال الشباكيه كامل ونرجع معكم ان شاء الله. كنرفدها وكنحطها يعني مباشره ملي كنحيدها من العسل كنحطها في واحد الكسكاس هكذا باش تستقطر بديك العسل الزايده حتى نساليها كامل وندردر عليها جنجلان. انا ما كنديرش جنجلان هنا فوق ملي كتكون في الكسكاس، ملي كتكون كتستقطر لانه كاع داك الجنجلان غادي يهبط مع العسل ويهبط لي يوسخ ليا العسل. داكشي عشان حتى كنسالي كامل وكنحطها تستقطر عاد كندردر عليها جنجلان. يعني كنحطها هكذا في واحد القصريه كبيره اولا في شي اناء كبير وكندير الطبقه كندردر عليها جنجلان وندير طبقه وندردر عليها جنجلان حتى كنسالي كامل الكميه اللي راه عندي. شوفوا كي كتشوفوا يعني كتجي هكذا مبوقه وكتجي غزاله غزاله بزاف. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. ونتمنى انه الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم وتبارطاجيوه مع الحباب والصحاب ديالكم باش تعم الفائده. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوها وتردوا عليا. اللي زار القناه ديالي لاول مره نتمنى انه يشترك معايا بالضغط على زر الجرس ابوني اللي كيكون اسفل الشاشه وبارطاجيوها مع الحباب والصحاب ديالكم ولايك لايك لايك يعني باش الفيديو ان شاء الله يطلع وتكون عنده واحد النسبه ديال المشاهده زوينه. الى اللقاء الى فيديو قادم بحول الله.